طبعا لو انت زيي بتحب سلاحف النينجا اكيد عارف طبعا مسلسل 2003 وقد ايه هو جامد جدا. طبعا اكتر حاجة بتميزه هي الاجواء الغامضة والاحداث اللي تعتبر تقيلة جدا وتحسسك ان المسلسل فيه نبرة جد وسوداوية كده وحاجات خطيرة وعنيفة جدا، المفروض تحس انها مش بتاعت عيال، بتعدي عادي جدا في المسلسل ده. لكن اكتر حلقة ينطبق عليها الكلام اللي احنا قلناه دي هي الحلقة 19 من الموسم الرابع بعنوان Insane in Remember او مجنون رسمي او فقد عقله فيما معناه يعني. وبالمناسبة الحلقة دي اتمنع عرضها ونزلت بالعافية بعد فترة، وكمان الشكل اللي نزلت بيه ده ما كانش السكريبت الاصلي بتاعها، ده اتعدل عشان يبقى مناسب انه يتعمل. فايه قصة الحلقة دي وايه الموضوع بالظبط ده بقى موضوع الفيديو. بس طبعا لو وراك صلاة او اي حاجة مهمة روح خلصها الاول وتعالى شوف الفيديو، كده كده مش هيطير. للمعلومات الصور والاحداث اللي في الحلقة دي مش مناسبة لكل الناس، ويلا بينا ندخل في الموضوع. تبدأ الحلقة بالسلاحف بيواجهوا وحش في المحطة بتاعة القطر، لكن بيفشلوا ان هم يجيبوه بعد ما القطر كان هيجي ويخلص عليهم كلهم. على الناحية التانية ستوكمان واللي شغال دلوقتي مع بيشوب في الجسم الروبوت بتاعه بيكون مستعجل جدا ان هو ينقل مخه والوعي بتاعه للجسم الجديد اللي هو بيعمله في المعمل بتاع طبعا بيشوب، واللي اصلا النموذج ده عايزين يستعملوه علشان يعملوا المشروع بتاع السوبر سولجر او الجندي الخارق اللي هو يعملوا جنود DNA والشغل ده مستنسخين. بس بيشوب بيحاول يحذره من الموضوع ده، لكن مع اصرار ستوكمان بيشوب في الاخر بيقول له اعمل اللي انت عايز تعمله بس ما تاثرش على مخك، عشان بالنسبه لهم مخه مهم جدا. وبيفك مخه من الجسم بتاعه وينقله على الجهاز اللي يحوله للجسم الجديد. فجاه بيفتكر لما كان بيقعد يعمل تجارب عشوائيه ويحط حاجات على صرصار مثلا ويقعد يجرب لحد ما مامته بتجيله وتجيب له هديه طبعا كده اللعبه شبه المواد بتاعه الكيمياء عشان تعوده اكتر، لانها عارفه انه بيحب الحاجات دي. بيبقى عايزها تقعد معاه شويه لكنها بتعتذر وبتقول انها عندها شيفت تاني والست يا عيني شغاله اليوم كله، لكن بتفكره قبل ما تمشي ان كل حاجه ممكنه وان هو يقدر وكل الكلام الحلو ده. المهم بنرجع لستوكمان وبيكون مبسوط جدا بالجسم الجديد بتاعه ويبدا يتمشى بيه ويروح ويجي. حاجه غريبه شويه انه كان بيشوف ان هو عنده الجوس بامز او الاشعره يعني، فجاه بيلاقي كده حاجه غريبه بتتحرك في دراعه بشكل مش مفهوم. المهم يجرب ياكل تاني لاول مره من سنين ويجي يبص على وشه في المرايه يلاقي برضه حاجات غريبه بتتحرك في دماغه، فالموضوع بيشد انتباهه لازم يشوف حل للمشكله دي. فيبدا يدور بقى ويبحث لحد ما فجاه وهو بيشتغل بتدخل عليه امه وتقول له انها قد ايه فخوره بيه ومبسوطه منه وكل حاجه بتبقى جميله. تقول له خلي بالك صباعك فيه حاجه يا ريت تشوف ايه الموضوع بقى اربطه ولا اعمل اي حاجه. بيصحى بيلاقي ان دي تخاريف جات له بسبب الجسم الجديد ده، ويجي يبص على صباعه ويلاقيه بيقع. طبعا اتصدم تماما واترعب بشكل كبير جدا، بدأ يدور اكتر ورا الموضوع، ده حتى ايد من ايديه وقعوا وهو بيشتغل بيحاول يركبها بمسمار على قد ما يقدر، لكن هو بدأ ينهار تماما ويبص على المراية يلاقي وشه مسخ مفهوش حاجة سليمة، حاجة بجد ما تطقش ولا قادر يبص في وشه، حتى المراية بتتكسر من مشاعره. يبدأ يخبط ويرزع في الارض من الزعل ويقول قد ايه ان هو ندمان على اللي حصل في حياته وايه اللي وصله للنقطة دي وليه هو فاشل طول عمره، ويا ريته كان سمع كلام بيشوب وما استعجلش في اللي هو عمله ده. يبدأ يفكر في الاسباب ويقول ايه اللي حصل، ما يفكرش مثلا ان هو كان شرير او ان هو اتصرف غلط او ان هو اتحالف مع الناس الغلط، لا، الشخص المتسبب في كل اللي حصل ده هي ابريل. لما تعاونها مع السلاحف خلاه يفشل اكتر من مرة، وده اللي خلى شريدر يخلص عليه ويشوهه تماما، ويقرر الانتقام من ابريل ويروح البيت بتاعها ويجيبها بعد ما كيسي حاول يمنعه لكن برضه ما قدرش يعمل حاجة، وياخدها ويمشي بيها يقول لها احنا هنرجع لمكان ما كل حاجة ابتدت. لما كيسي بيسمع الكلام ده بيعرف السلاحف طبعا وبيفهموا من الكلام ان هم رايحين المعمل اللي كانوا شغالين فيه مع بعض زمان. لما ستوكمان بيوصل بيها المعمل قبل ما يعمل اي حاجة بيتهيأ له تاني شكل والدته لما كانت بقى المرة دي بتحتضر وبتموت خالص، وبتقول له اخيرا يعني ان كل حاجة ممكنة، انها بتحبه وتودع قدامه. اللي بيحصل بعدها بقى يجي يبص على ابريل يفتكرها لسه شغالة معاه ويبدأ يتوهم وكأنه في الماضي من كام سنة، ويتعامل على ان كل حاجة تمام يعني بشكل غريب جدا لحد ما السلاحف بيجوا عشان ينقذوها. ده اللي بيخليه يفوق وياخد باله من الموقف. ابريل بتهرب وهو بيحاول يوقف السلاحف وكيسي ويقدر عليهم فعلا، لكن هي بتهرب بقى ناحية التلفريك فهو يروح وراها ويتسلق بشكل يعني مجنون جدا ويخش لها، فهي تحاول تدافع عن نفسها وتديله ركلة كده في وشه توقع فكه. يا ساتر، مشهد مريب جدا بصراحة. وفي الوقت المناسب بيجوا السلاحف وكيسي يحاولوا ان هم يطلعوا ابريل، وفعلا بيعرفوا
يعرفوا ينقذوها انها تطلع لفوق، وهم بقى يحاولوا يكملوا معاه. لكن برضه ستوكمان بيقدر عليهم كلهم لان الجسم بتاعه ده قوي جدا، وبيطلع لها اخيرا. لكن قبل ما يقتلها بتحاول تفكره بان هو مين، وان هو كان شخص كويس وما كانش ليه حاجه توقفه او تمنعه، وكان هدفه ان هو يساعد الناس. ايه اللي حصل له؟ ايه اللي اتغير فيه؟ وقتها بيتاثر جدا ويشوفها والدته ويعتذر لها وينقذها لفوق، ويقع هو بالتلفريك وهو كان خلاص قرب يتدمر وينزل بيه في الميه. سلاحف بقى بتتساءل ايه اللي حصل له، هل هو مات ولا ايه اللي حصل؟ قالوا احنا شفناه يعني بينجو من حاجات اخطر من كده، فاعتقد هيبقى تمام. وبتنتهي الحلقه على كده. للمعلومات بس، السكريبت الاصلي بتاع الحلقه كان فيه حاجات اصعب من كده كمان، لان كان موجود فيه اب ستوكمان واللي هو كان شخص قاسي وكان بيضرب دايما ام ستوكمان بشكل مبالغ فيه، وده اللي كان يعني بيعمل له عقد وهو صغير. دي طبعا حاجه اعتبرت ستيريو طيب او يعني عنصريه على السمر وكده، ان هم ناس بقى وحشه وهمجيين ومش عارف ايه. ودي حاجه بصراحه كانت لازم تتشال، يعني يمكن مش مهمه خالص في الاحداث. لكن الحلقه دي يا جدعان صعبه جدا بصراحه. هي حلوه تمام، لكن تحس كده ان انت تتعاطف مع ستوكمان. ماشي ستوكمان شخصيه شريره وكل حاجه، لكن برضه في حته كويسه كده. ولو عايزين بقى قصه ستوكمان، عايزين الفيديو ده يوصل لعدد محترم من اللايكات، عشان ممكن يكون الفيديو الجاي اللي بعده على حسب الفيديو ده هيشتغل ازاي. وقول لي ايه رايك في الفيديو ده، وقول لي هل انت بتحب ستوكمان ولا لا. وعايزين ان شاء الله نوصل في مشترك قبل الشهر ده ما يخلص. متنساش تصلي على النبي وبس. سلام. ذو القناع الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترض. أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات. رافائيل شاذ لا يحب